واش بصح شركة تسلا ديال السيارة الكهربائية غادي تبني مصنع في المغرب؟ تقارير إعلامية كتقول بأن تسلا ناوية تبني أول مصنع ديال السيارات ديالها في إفريقيا، وبالضبط في مدينة قنيطرة على مساحة كتقدر 300 هكتار، واللي غادي يوفر فرص شغل ديال 25 ألف مستخدم، وإنتاج سنوي كيتقدر ب 400 ألف سيارة في العام. هذا المشروع كيتكلموا عليه بزاف، ولكن واش كاين شي تأكيد رسمي من تسلا؟ فبعض المصادر كتقول بأن الخبر كان مجرد كذبة أبريل وما كاين حتى إعلان رسمي من الشركة. لكن المغرب كيتعاون مع شركة تسلا في بعض المكونات اللي كيصايبها لنا في البلاد اللي هي مكونات إلكترونية. هادشي اللي كيعني أنه كاين علاقة بين الشركة وبين المغرب. واش غادي نشوفوا سيارات تسلا صنعت في المغرب قريبا؟ الوقت اللي غادي يبين لنا. تخيل معايا أن الوكالة الدولية للطاقة كتوقع أن السوق في سنة 2050 غادي يوصل لحجم ديال 1500 مليار دولار وإنتاج سنوي ديال 200 مليون سيارة في السنة. وإلا جات تسلا للمغرب فغادي تكون واحدة من الشركات العالمية اللي استثمر في المغرب بحال رونو وستيلانتيس. قبل ما نسالي هذا الريل هذا، واحد جيم او كومونتير وقول لي انت شنو بالك في هذا البلان هذا. دوزو بخير.